ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ ده الجزء التاني من سلسلة المنتجات المصرية. احنا عملنا الجزء الاول فشوفوه واعملوا لنا لايك وشوفوا تقولوا لنا تتابعونا من انهي حتة. اول حاجة نبدأ بيها هي مشروب فولت. ده مشروب طاقة اهو ب8 جنيه. نجربها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده طعمها ايه. احنا جربنا امبارح حاجات كانت طعمها مش قوي، يعني طعمها مش حلوة. بسم الله. طعمه جامد، طعمه حلو قوي. في كده سنة مزازة كده، يعني طعمه حلو. ده تحفة. قلت ده تحفة 8 جنيه. تاني حاجة بيب كولا، دي عاملة 5 جنيه. نجربها مع بعض. يبقى ده كده معانا حلو جدا. ده نجرب ده. نجرب كده. يعني هي حلوة، الصودا بتاعتها حلوة، بس طعم التفاح مش باين فيها. مقبولة، هي ب5 جنيه يعني مقبولة شوية. يعني اللي عايز حاجة سعرها كويس هي دي، يعني دي حلوة. دي تاني حاجة بقى معانا بسكويت لمبادة 2 جنيه. هنجرب كده ونفتح ونشوف. على طول كلنا كنا بناكل زمان من واحدة. تحفة، جامد، حلو قوي. تاني حاجة لمبادة. لمبادة حلو وجامد يعني. لمبادة حلو وجميل، يبقى ده تحفة الفولت. بس عايزين بس نوجه رسالة ان المنتج المصري لازم يبقى الجودة بتاعته احسن من كده، عشان الحاجات بتغلى. يعني كان في حاجات سعرها رخيص زي مية صافي كانت ب5 جنيه، لسه جايباها ب8. حاجة عمالة بتغلى يعني وكده. وحاجة تانية شارع عروسة حلو. انا بحبه ونشربه هنا في البيت، وطعمه جميل. بس هو عيبه بس هو مش بيخرط وكده. ف اي حاجة تانية مصرية هنجيبها ونجربها نقول لكم عليها. بس كده، يلا باي.